بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده بقى معانا كفتة حلوة قوي، شايفين بقى لسه طالعة من الفرن ولونها حلو وجميل ازاي. يلا نقول بسم الله وندخل الفيديو على طول. معايا لحمة مفرومة، طبعا نسبة الدهون فيها مفيش فيها نسبة دهون خالص، هي حمرة. هنعمل بقى بصلاية وكمان 100 جرام من اللي لان انا معايا كيلو لحمة من اللحمة الحمراء. طبعا هنا انا رحت الكبة، طبعا عملت البصل بتاعي وعملت اللية بتاعتي 100 جرام. احنا قلنا لكل نص كيلو من اللحمة المفرومة 50 جرام. الكيلو اللحمة عليه 100 جرام من اللية. اي دهون بقى، يعني لو مش حابة اللية اي دهون. هنا حطيت البصل والشبت والكزبرة واللية، ومعايا كيس كده من خلطة الكفتة بتاع الحاتي، بيدي تيست حلوة قوي. وهحط معايا بقى البهارات بتاعتي، بس الاول هحط معايا كيس من البقسماط، هحطه نصه بالظبط، نص الكيس بتاع البقسماط. نزود بقى معانا الكفتة شوية، اللي هو ريتش بيك ده حلو قوي، نوع من انواع البقسماط الحلو. هحط بقى التوابل معايا. الفيديو سهل وحلو وكفتة طعمها حلو قوي. معايا فلفل، ومعايا ملح. حط بقى كمية الملح اللي المناسبة ليكي. وناخد بالنا من تركات الملح زي ما احنا متعودين مع بعض. هحط كمان كمون، وهحط شطة. الشطة هنا ايه؟ اختياري وليست اجباري، زي ما احنا متفقين مع بعض. البهارات اللي محطوطة عندك حطيها. هنا طبعا انا كنت استقليت الملح فحطيت ربع معلقة كمان. وهبتدي ان انا اعجن كل المكونات دي بايديا. كل المكونات دي بايديا، طريقة حلوة وسهلة ومش متعبة للكفتة، عشان الناس ما تقعدش بقى نفتكس ونقعد نعمل بيض ونقعد نعمل بيكنج باودر ونقعد نعمل حاجات كده مش عارفة ايه الاختراعات والخزعبلات اللي موجودة في الكفتة. كفتة سهلة وبسيطة دي كمان بطريقة امهاتنا. الاختلاف هنا الكيس اللي هو بتاع الخلطة بتاع الكفتة بتاع الحاتي، عايزة تجيبيه ماشي، مش عايزة تجيبيه انت وراحتك. هنا اصلا اللي هي بتدي تيست حلو وطعم حلو. طبعا هنقعد نعجن فيها لما لغايه ما العجينه تبقى معانا بالشكل ده. تيجي تمسكي القطعه كده، تلاقيها ايه؟ متماسكه معاكي، مش فكه ولا سايبه ولا اي حاجه. طبعا هنا انا ما يعني ميه البصل بقى في ناحيه ومش عارفه ايه في ناحيه، لا انا حطيت كل المكونات مع ايه؟ مع بعضها. طبعا هنا انا كنت سبتها وحطيتها في التلاجة لتاني يوم، بمعنى اصح ان احنا كنا عندنا عزومه وكنا بنجهز ليها. طبعا هنا الصينيه بتاعتي، طبعا انا هنا مش هشوي على الفحم زي كل مره ولا اي حاجه. الصينيه بتاعتي كده دهنتها بزيت، ولا فرشه بقى ولا حاجه ولا ايديا ولا اي حاجه. وهحط بقى اصبع، اجيب بقى المعلقه بتاعتنا زي ما احنا متعودين مع بعض. شايفين المعلقه دي اثريه يا جماعه، دي من النوع المعالق الاثريه. هجيب بقى ايديا، طبعا لا حاطه فيها زيت ولا حاطه فيها اي حاجه. طبعا الكفته معايا زي ما احنا شايفين، لازم تعجنيها في كده في ايدك عشان تبقى متماسكه، ويبقى الصباع متماسك معاكي ما يفكش. ده كمان سر من اسرار ان الصابع معاكي يبقى متماسك ما يفكش منك، ان انت تعجنيها كده في ايدك كويس قوي، او ان انت تعمليها تصبعيها كويس قوي في ايدك، وبعدين تحطيها بقى على المعلقه، تحطيها على الخله، تحطيها على الجريل، تحطيها على الشوايه، زي ما انت عايزه كده، بطريقه سهله وبسيطه من غير اي حاجه. انا دايما بحب الكفته تبقى مفرغه من جوه، ليه؟ انا معرفش، يعني هي الفكره دي انا بحبها، يعني ان انا بحب الكفته تبقى متفرغه كده من جوه، وتبقى مستويه، هتستوي معاكي من بره ومن جوه، وهتبقى حلوه قوي. طريقه سهله وبسيطه. طبعا هنصبع في الصينيه بتاعتنا زي ما احنا شايفين مع بعض. طريقة سهلة وما فيهاش اي افتكاسات ولا محسن جل ولا كريم جل ولا اي حاجة، عشان الناس اللي بنقعد نفتكس ونقعد نقول الاختراعات في الاكل. يا جماعة كل حاجة لها اصولها، وكل حاجة ليها آه، آه، تفاصيلها في اكلها، مش هنقعد بقى نخترع في كذا اكلة. طبعا انا هنا عملت الصينية، صبعت الكفتة زي ما احنا كده شايفين مع بعض. الصابع صابع ولا مفكوك ولا ملوح ولا اي حاجة، صابع طالع صابع ازاي! الله على الجمال. وريحته ريحة تتبيلته حلوة، وطريقة سهلة وبسيطة بدون اي افتكاسات بقى. يلا على الفرن، يلا على الفرن. طبعا هنا انا كنت بشوي فراخ اصلا في الفرن اللي هو الغاز، مش الفرن بتاع البوتاجاز.
فاحنا لو عايزين نحطها في فرن البوتاجاز نسخن الفرن قوي 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 وبعدين نحطها. هنا الفرن كان طبعا اوريدي سخن، وبعدين حطيت الكفتة بتاعتي ما كملتش بالظبط 10 دقايق، كانت ما شاء الله واخدة لون معايا. فانا ببتدي ان انا افكها من الصينية. طبعا زي